اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بقى تورتة على شكل علم مصر بطريقة سهلة جدا ان شاء الله. بإذن الله الطريقة دي هتعجبكم. اول حاجة كان معايا كوبايتين من الدقيق الاسبونج الجاهز، حطيت عليهم ربع كوباية مية واتنين بيضة، وهحط طبعا الفانيليا، وبعدين هحط معلقة صغيرة من محسن الجل بس. وهنضرب كل المكونات دي كده ببعضها. وطبعا الصينية كان مقاس 16. هنخلط بقى كل المكونات دي كده. الاسبونج الجاهز لازما تضربيه مش اقل من 10 دقايق علشان يديكي يعني نتيجة تكون كويسة، لحد ما لونه بصي بيفتح. يعني هو كان غامق لونه بيفتح، كل ما بتضربي فيه اكتر بيديكي لون بيبقى فاتح بس. وبعدين الصينية طبعا مبطناها بزبدة وحاطة ورقة زبدة كده في القاعدة بتاعة الصينية. وبعدين هننزل بقى بالخليط ده. وطبعا تكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. الرف الوسطاني هتدخليها مش هتاخد بالظبط اقل من ساعة الا ربع، ممكن تاخد 35 دقيقة او 30 دقيقة على حسب يعني درجة الحرارة بتاعة الفرن، لانها بتختلف من فرن للتاني يعني. هنسويها كويس وبعدين هنديلها خبطتين كده علشان نطلع بس الهواء اللي في قلب الكيكة، وبعدين هندخلها الفرن. في الوقت ده بعد ما طلعت من الفرن طبعا بقلبها على طول وهي سخنة، وبشيل ورقة الزبدة، وبعدين بغطيها تاني علشان ما تنشفش معايا من الجناب وتكون كلها طرية كده وجميلة. هنا هنعمل بقى النسر بتاع علم مصر. جبت قطعة كده من عجينة السكر، طبعا حطيت عليها، لا اما تحط عليها السين بسي، لا اما تحط عليها نشا اللي متوفر عندك يعني، علشان بس عجينة السكر هتفضلي مثلا اللي انت تلينيها شوية، لانها بتبقى يعني ماسكة نفسها شوية تقيلة. وانتي بتليني فيها كده فهتلاقيها طريت معاكي قوي. فلازم لا اما نشا لا اما السين بسي هو اللي بيخليها تبقى متماسكة، وتبقى متماسكة معاكي على التورتة او على اي حاجة يعني انتي بتحطيها. بصوا النستر بقى انا عملته بالشكل ده كده، انا مش عارفة هو ظاهر يعني معاكم ولا لا. هنقصه دلوقتي وهوريهولكوا دلوقتي، هيظهر اكتر من كده بصي. بس هو بصي بقى يعني هعدله اكتر من كده، هظبط فيه شوية حاجات. بصي بقى جبت شوية من الزيت زي معلقة صغيرة كده من الزيت، وبعدين جبت الدست اللي هو الدهبي ده، هحط كده يعني حبة صغيرين على الزيت، وبعد كده هقلبهم كويس، وبعدين هدهن النسر بتاعنا يبقى لونه ذهبي. ما ينفعش طبعا اللي انا احط ميه بدل الزيت، لازم تحطي على اي لون ضغط، يعني مش لازم يكون لون ذهبي، اي لون لازم تحط عليه زيت ما يكونش ميه. بس لو عندك فرشة بقى هتكون احسن من كده يعني، بس ما كانش متوفر عندي فرشة، فانا عملتها بالعصاية اللي هي بتاعه الشيش طاووق ده، وأدت الغرض يعني مفيش اي مشكلة. بصوا عدلت فيه شوية حاجات لو انتوا واخدين بالكم في النسر، يعني البق بتاع النسر كان طويل شوية، فانا قطعت منه حتة والجناحات والحاجات دي انا عدلت فيه شوية. بصوا بعدين هنعمل بقى هنا في الكريمة. كان معايا كوبايتين من المية وعليهم نص كوباية سكر ومعلقة لبن بودر، طبعا حطيتها بس بان ما كانتش الكاميرا كانت فصلت في الوقت ده. لازما اللبن البودر لانها بتفرق في طعم الكريمة بجد، بتخليها تحفة جدا. وبعدين هنحط كوباية كريم شانتيه. بس الكيكة بقى بعد ما انا جهزت الكريمة وجهزت النستر بتاعنا، فكانت الكيكة بردت، لازم تشتغلي فيها وهي تكون باردة تماما يعني. بس هقطعها بقى على 3 طبقات. والطبقة الرابعة اللي هي فوق دي بتبقى رقيقة شوية، فانا صراحة مش بحب اللي انا احطها في
في التورته يعني. بس فاحنا هناخد الثلاث طبقات، احط بقى اول طبقه كده، وبعدين هنسقيها بالشربات اللي هو الخفيف، وبعدين هنحط الكريمه هنوزعها كويس جدا، وبعدين هنحط الطبقه التانية من الكيكه. اللي كانت طالبه التورته دي كانت عايزاها، عشان الناس ما تستغربش، اللي انا كنت على طول بعمل الكريمه بتاعه كيك الشوكولاته، كنت بحط عليها نوتيلا وكنت بحط عليها كاكاو. فهي ديت يعني هي اللي طالبه كده، هي اللي طالبه الكيكه تبقى شوكولاته، بس الكريمه تكون فانيليا، ما تكونش عليها كاكاو او نوتيلا او الكلام ده. بتختلف بقى يعني من ذوق للتاني، او من يعني كل واحد ده حرية شخصية يعني، على حسب هما بيحبوا ايه يعني. بس وبعدين هحط بقى الطبقة التالتة، وبعدين برضو هحط الشربات اللي هو الخفيف، وبعدين هوزع الكريمة عليها كويس جدا. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هنوزع الكريمة بقى، وبعدين هنجلس التورته تكون يعني كويسة. الحقيقة مش هسويها، مش هتكون متساوية قوي قوي يعني زي التورته اللي هي بتبقى الكريمة بتاعتها باينة، لان انا هحط دلوقتي عليها صوص الفراولة وصوص الشوكولاتة، فهو هيداري الكريمة. بس مش معنى كده اللي انتي ما تسويهاش خالص يعني، لا، هتبان برضو في قلب الصوص اللي هي مش هتكون متساوية، فانت تسويها برضو يعني على حد ما اللي هي تكون متساوية زي ما انتوا شايفين كده. بس وبعدين هقسمها بقى، بصي زي 3 قطع كده. جبت العصاية اللي هي بتاعة الشيش طاووق علشان اعمل خطوط تكون متساوية، عشان امشي عليها يعني تكون مظبوطة. وبعدين هنحط بقى صوص الفراولة. هو علم مصر بيبقى اللي هو الاحمر وابيض واسمر بس، والنسر بيكون في النص كده في القطعة اللي هي البيضة. بس هنحط بقى صوص الفراولة، وبعدين هوزعه كويس كده بالمعلقة. مش هتاخد منك وقت خالص، التورته دي كانت سهله جدا، من اسهل فعلا التورته اللي انا عملتها، ما خدتش مني وقت خالص، والنتيجه كانت تحفه تحفه بجد. هي كانت العميله هي اللي طالبه كده، اللي هي عايزاها على شكل علم مصر. بس شوفوا بقى الخط اللي انا عملته بمشي عليه، فطلع لي يعني الخط مستقيم، ولا هو مثلا آه، مموج او كده، لا هو طالع خط مستقيم. لو انا عملته بايديا كده على طول فمش هتطلع مظبوطة يعني قوي زي ما انا عملتها بالعصاية بتاعة الشيش طاووق. بس وبعدين هوزع بقى صوص الشوكولاتة، هوزعها كويس كده برضو على القطعة دي، وبعدين بنزل صوص الشوكولاتة برضو على الجناب، يعني مش بتبقى من فوق بس. هوريها لك دلوقتي، بصي، او بنفس النظام كده. هغطي بقى كل الجزء ده بصوص الشوكولاتة. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. في الوقت اللي انا عملت فيه النسر، عم زوقت التورته وحطيت عليها الصوصات وكده، كنت حاطه النسر ده في قلب التلاجة علشان اللون الذهبي بس يمسك عليه شويه. وبعدين بقى بصي كانت متماسكه، يعني عجينه السكر كانت متماسكه، ما سيلتش او ساحت او اي حاجه خالص. بصوا بقى حطيت النسر، بجد كان شكلها تحفة جدا، يعني حسيت لما حطيت النسر هو اللي ظهر التورتة بتاعتي. وبعدين حطيت قطعة صغيرة كده من عجينة السكر برضو عشان اعمل العين بتاعت النسر. مش عارفة بقى هو عين النسر بتبقى لونها ايه بالظبط، يعني بتبقى لونها ابيض ولا اسمر ولا ايه بالظبط. انا حطيت يعني قطعة صغيرة كده من عجينة السكر البيضة، وبعدين حطيت عليها نقطة صغيرة من صوص الشوكولاتة، يعني سمرة سمرة على ابيض يعني.
بس وبعدين هنعمل الريزوتات كده داير ما يدور التورته بتاعتنا علشان بقى تظهر التورته بتاعتنا كده ويبقى شكلها جميل. بس وكده خلصنا التورته بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.